السلام عليكم، مساء الخير لكل متابعة حساب قهوة بنات. معاكم علا. مثل ما وعدتكم يوم التفريز رح نعمل مع بعض الباذنجان المشوي. نستغل الوقت. انا من امبارح هون عاملة تتبيلة الدجاج وحاطة فيها الدجاج، حاطته بكيس الفرن ورح اشوي، وبنفس الوقت رح احط بالطبقة اللي تحت اللي مشغلة في الفرن لشوي صينية الدجاج، بحط في نفس الوقت الباذنجان وبشوي، ورح ورجيكم الطريقة. باذنجان بتحطي العدد اللي بتحبيه، صينية صينيتين على حسب شو بتحبي. انا هاي الكمية بالنسبة الي كافية. بتجيبي سكين، بتعملي شوي السكين، بعمل شقوق صغيرة بالباذنجان مشان تطلع عندي المية اللي جوا. الباذنجان اللي بنحطه للشوي فقط شوي من دون اي شي ولا زيت ولا شي، بنحطه بالقصدير مشان بيطلع معي انضف. نصيحة بنات، القصدير لما نجي نستخدمه، الوش يلي عم يلمع هذا اللي إله لمعة هو يلي بلامس الأكل، أما الوش المصفى يعني اللي مطفي هذا ما بصير أبدا أبدا يلامس الأكل. فالمفروض عند التغليف أو الاستخدام نستخدم الوش يلي عم يلمع. هو الباذنجان المشوي بنستخدمه للمتبل، للبابا غنوج، وفي أنواع سلطات كمان بنعملها بالباذنجان المشوي، كتير لذيذ ورح فرزه معاكم. هي الطريقة بتوفر عليكي لما مثلا يجوك ضيوف او انتي حابة تعملي طبق مقبلات سريع، بتطلعيه من الفريزر بتدويه شوي وفورا بتعمليه متبل. هيك بنات انا طلعت الباذنجان من الفرن، شوفوا فتحت واحدة حتى تشوفوها كيف مستوية من جوا ومن دون ما اوسخ الصينية. هلا رح اترك الباذنجان يبرد، بعدين افرمه واسمه على اكياس وفرزه، وهي ان شاء الله بنعملها مع بعض. وصينية الدجاج خلصت عنا. بإذن الله. هو أنا ما كتبت الخلطة بصراحة لأنها كتير سهلة، بس الفكرة إنه الواحد يحضر قبل بيوم بيرتاح، وخصوصا هذا الوقت من السنة، امتحانات والوقت كتير ضيق وبتكوني بدك تلحقي كل شي على أكمل وجه. أنا هلأ رح أعمل جنبها رز وبالعافية. هيك صبايا نجي لوقت التقشير، شوفوا بيتقشر كتير بسهولة. ونيجي لطريقة تقطيع الباذنجان المشوي. ممكن انك تحطيه بالبلندر يعني اللي هي الفرامة وتفرميه، بس انا بحب الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية بواسطة السكين. اول شي بنعمل هيك خطوط بالطول. طريق الخبط طبعا بيكون اقوى من هيك، بس انا مشان ما ازعجكم بالصوت بلم هذا الطرف وهذا الطرف، برجع بقطعهم بالعرض هيك وخبط قوي. هون صبايا انا وزعته باكياس الفريزر على حسب الحاجة، ورح ادخله للفريزر باي لحظة بيجي على بالي صحن متبل او صحن بابا غنوج. بطلع كيس من هالاكياس بخليه ليدوب. وهلا هون رح اعمل معاكم كمان صحن متبل ومع مثلا كيس سمبوسة، وبتعملي احلى سفرة من اللي موجود عندك. المتبل كتير سهل، بس نوجد الباذنجان المشوي. انا بحاجة لباذنجان مشوي، شوية ثوم وملح ولبن زبادي وطحينة، وبنخلط المكونات. نخلط كل المكونات لحتى تتجانس. هيك خلص عندي المتبل، حطيته بصحن التقديم، زينته بالبقدونس وزيت الزيتون وهيك حبتين جوز، واللي زاد عندي حطيته بعلبة. اللي حطيته هون بالعلبة بحتفظ فيه بالبراد تحت مو بالفريزر، بناكله اليوم بكرة، يعني بضل عايش تقريبا 3 ايام ما بصير له اي شي. وهيك صبايا مع التفريز والتحضير يلي بيكون قبل، بتقدمي لعائلتك ولضيوفك طبق مقبلات طيب ولذيذ من ايديكي.